كما كان حدث تطويب رهبان تبحيرين بولاية وهران بحضور ممثل الفاتيكان وممثلين عن الدولة الجزائرية سابقة تاريخية، سيسجل أيضا تاريخ السمعي البصري الجزائري أن قناة تزاير كانت أول قناة تلفزيونية تعرضت إلى موضوع لطالما وصف بالطابو في المجتمع الجزائري. فالحديث عن الأقلية المسيحية بالجزائر بقي لسنوات طويلة رهين البحوث الأكاديمية أو المجالس المغلقة، إن لم نقل منعدما أساسا. اليوم وفي ظل تغير المعطيات وتماشيا مع مبدأ احترام الأديان وحقوق الأقليات، أعطى برنامج إمني نهيض الناطق باللغة الأمازيغية الفرصة لجزائريين يدينون بالديانة المسيحية للبروز إعلاميا والحديث بكل حرية عن معتقداتهم جنبا إلى جنب مع المسلمين. سلي بارون دي مسيحيين ياكي نخدميت يوكني اراونا نسلمد بلي يسوع المسيح ينولد ديال الوقت كيني لا نوال فوالا الفرح ضم قرانا سكدار ميدنا ملال يوكن دن مكتس ميديو سيدنا عيسى الخان هاي من قريه يسوع المسيح ذا مسلكنا ذا غينو سي غدا تخدم مع كريسماس ذا غينا نعبد ربي باسكو حمل الكريسماس يعني باسكو ملي دينو المسيح في الكنيسه. مام انايا بالعربي جيت من ولايه عين دفله، كان استقبال بيان بكل حريه، بكل نعبدوا ربي، نصلوا التسبيح، نحمدوا ربي ونشكر الحمد لله يا ربي. ما كان حتى مشكل، كاين ما كان حتى ديرونجمون، ما كان صافا بيان، نشكر الله على كل. تيلين داكين براتيكمون يكون نجمعوا لنا تيلين دي سور سيفيل بيان سور، مي نقدر دون لو ريسبي تسند نخدم شغل نسند ولين دا شو لان دا شو نخدم هي خطوة أولى تسجل في إطار تشجيع مبادرة العيش بسلام والتسامح بين الديانات، التي لطالما كانت الجزائر من بين الدول الداعية لاحترام هذه المبادئ من خلال المصادقة على أهم المواثيق الدولية التي وثقت لها. في الإسلام كاين ناس يدخلوا في المسيحية وكل واحد حر، عطاله ربي عقل باش يميز. ماشي مشكل، بصح على حساب طريقه التعامل تاعو مع الناس. احترم الديانه تاعو ونقدر نحاول ناثر فيه باش يدخل في الدين تاعنا، احترام الديانات الاخرى لا غالب. البرنامج الذي نشطه الصحفي مراد أتميمو دون شك سيكون وثبة في عالم السمعي البصري الجزائري بحضور ممثلين عن المسيحيين الجزائريين، فيما تبقى النقطة السلبية تعذر ممثل وزارة الشؤون الدينية عن الحضور لأسباب صحية. لا يتشاي الذي حضر يدنا غير مثل الشغل الامور كي انا الدين دي ثمورتنا ما الصيب محندو ويدير لما انا دي ثقرا ما الصيب محندو يدير يحسف خطر انك يهلك في زميرة ليكون بذلك لبنة أخرى في اتجاه تعزيز مبدأ التسامح وقبول الآخر.